السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال يا رب دايما. هعمل معاكم النهارده إن شاء الله بإذن الله السمك التقليدي، يعني سمك بلطي وهنقليه، مفيش أي حاجة جديدة، يعني مفيش افتكاسة ولا أي حاجة خالص. عايزة أقول لكم بس حاجة، يا ريت تكتروا مجايب السمك، اليومين دول رخيص جدا، يعني انا جايبه 65 وزي الفل زي ما انتم شايفينه. وطبعا شايفين انتوا الفراخ واللحمه عامله ازاي. طبعا بنجيب فراخ بس برضو ايه، نكتر زي ما بنكتر كده من الفراخ اكتر من اللحمه. نكتر من السمك، والسمك مفيد جدا. انت عارف الاوميجا 3 بتبقى لازمه للجسم قوي يعني، وزي الفيتامين د والحاجات المهمه دي، فنكتر منه. مش غالي زي الفراخ خالص، يعني 65. يعني انا جايبه ال 2 كيلو ب 200، ال 4 كيلو ب 230 حاجه كده، يعني قد حق فرخه ونص مثلا، مش تقضيكي يعني قوي يعني بالدرجه دي. فانا قلت اشيل منه بتاع كيلو ونص كده، وال 2 كيلو ونص او 2 كيلو او 2 كيلو و2 كيلو اعملهم، واعمل له كام مره تاني في حاجه زي ما انتم شايفين. بصوا طبعا غسلهم خليها زي الفل، ونقعاه طبعا مع ميه وخل وخليها زي الفل. بصوا السمكه مش وحشه، مش صغيره يعني، بعد القصقصه بتاعت الديل والحاجات دي هو حلو مش وحش، كله ما شاء الله. بصوا زي الفل. يا ريت تكتروا منه عشان يعني فرصه ان يعني رخص وبقى حلو. لكن من مده كده، من حوالي كام شهر كده، 3 شهور او 4 شهور حاجه كده يعني، كان غالي جدا. يعني ابو 65 ده كان ب 150، فدلوقتي كان زيه زي الفراخ، يمكن كان اغلى. دلوقتي اليومين دول هادي هو كده، فهاتوا منه كتروا يعني. طبعا مش هنجيب فراخ، هنجيب فراخ برضه، بس نكتر منه يعني، بدل ما نكتر من الفراخ نكتر منه. وربنا يسهل الامور يا رب في الاسعار اللي احنا فيها دي. هنسمي الله كده، نخليها زي الفل زي ما انتم شايفين، وابتدي اتبل. طبعا زي ما قلت لكم مش هعمله كله، انا بعمل طبعا تتبيله على طول واحطها في البرطمانات زي ما انتم شايفين، بتنفعني بقى في الزنقه دي. زي ما انتم شايفين تبلته، هيسيبه بقى في التتبيله كده قد ساعه. طبعا ما تقعدي اكتر في التتبيله زي الفراخ والحاجات دي بتبقى احلى طبعا. وهنبتدي نقليه بقى. بسم الله كده. زي ما انتم شايفين ادي احنا خلصنا كده قلي السمك. اتعمل بسرعه طبعا لانه اتبل طبعا. قعدت يعني حوالي ساعه ونص كده متبل. بعد كده رحت محمراه، يعني ما خدش وقت يعني معايا الحمد لله. وعملت الرز بقى بتاعه اهوت، وعملت طبق سلطه حلو اهو، حاجه كده جميله. وزي ما قلت لكم نكتر من السمك يعني، الا بقى اللي ما بيحبوش. نكتر من السمك، والفراخ برضو نجيبها بس مش بكتره زي السمك. اليومين دول رخيص والله قوي، فيعني حاجه حلوه وبعدين رخيص. يا رب يكون عجبكم. حاجه كده جميله. اوريكم الطبق برضو. بصوا حاجه كده جميله اهي، شكلها كده يفتح النفس. سمك مقلي بطريقه مقرمش كده زي ما انتم شايفين، وفي نفس الوقت من جوه ما شاء الله طري وحلو. والرز عاملاه مفرفر وحلو ما شاء الله، جميل برضو.
يا رب يكون عجبكم وتعملوه تتهنوا. يا رب تكون حاجتنا بتعجبكم، اقتصاديه كده دايما كده. بحاول بقدر الامكان افكر في حاجه ما تكونش فيها تكلفتها كتير يعني. لايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصل لكم سي او. سلام عليكم.